ادي صدري مفتوح لرصاصة الطار اللي محيراكي. مش ده اللي جايبك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. يلا، انت مش جاية تاخدي بطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل اديني امارة عشان اعرف ابلع الكلمتين. اشرب لك كوباية مية عشان تبلع، وإذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافية. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواقي. اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفة ان طارق عند النوح قال؟ لسه سامعة صوت غريب وهو بيصرخ في وش أبوه، وهو بيقول له الحكومة ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها النوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه. هو انت جاية تبرئي غريب ولا جاية تورطي النوح؟ الاتنين يا فندينا. براءة غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سيرة. انت ست بصحيح، انما شكلك ب100 راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حتة دي، اعمل فيها ايه؟ هلاقيلها نفضلها ولا كأنها حشرة حشرة. ايه كده خلصت دورها. اتفقنا. والفتحة على اللي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ آمين. انت اتجننت يا رمانة. الشيطان لعب معاك الدنيئة ورماكي في التهلكة. حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده؟ انت يا رمانة؟ ايوه انا. ده راجل عينه زايغ وايده اطول من لسانه، عايزني اعمل له ايه يعني؟ اهشكه ولا زغزغه عشان يكركر؟ ما تحلوا عن نافوخي بقى. لا 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 لا، انت لا يمكن تكوني رمانة اللي انا اعرفها. انت لازم يتعمل لك زار وتترقي. انت اكيد ملبوسة يا اخي ولا ملبوسه ولا مكبوسه، حلوا عني انتوا بس وسيبوني في حالي. قبل ما احل عنك يا رمانة، الامانة المهنية بتحتم عليا ان انا اوريكي، عشان بس تعرفي اللي بترفسي عشانه النعمة بيعمل من وراكي ايه. وانت بتدهوني ليه يعني؟ وانا مالي؟ بس ايه رأيك؟ تحسي ان افندينا مزاجه عالي العال، عناب. لا والبت بوسي ايه، مظبطاه على التراك اخر حلاوه. طبعا البركه فيك، ما هي تربيه ايديك. وانت ما تمرش فيك التربيه ليه؟ اثر في يومك اللي مش فايت ده، احنا لسه في اوله. اسمعيني يا رمانه، انا عايزك تنتبه لقمه عيشك عشان ما تخسريش كل حاجه، فهماني ولا ايه؟ انت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني، انا بس جاي انورك عشان اللي بينا عيش وبغاشه، وما ينكرش البغاشه غير ولاد الحرام، ربنا يبعدنا عنهم. بقول لك ايه يا مالت، هي بوسي خرجت مع فندينا ولا لا؟ انا بعتلك الفيديو ده واتس اب عشان لما تفوقي من الغيبوبه اللي انت فيها تبقي اب. سلام يا نجمه. ميرسي. شكرا يا ايمن. واضح انك بتحب المكان ده قوي. يعني بعض سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ دي ذكريات بقى. زمان ايام ما كان في مزاج. والمزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة انهين؟ حفلة رجوعي، البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. الله، ده انت مركزة معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي. قولي بقى هي مين؟ واحدة من زمان
خلصت زي الحاجات اللي خلصت. كنت بتحبها؟ انت شاغله روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انت طلبتي مني اني ما اكدبش عليكي، وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي. قومي معايا. على فين؟ في مشوار مهم لازم نعمله قبل ما نتجوز. لا السلامة يا فندينا، لا السلامة يا فندينا. ركزوز، اتفضلي اتفضلي. واو، ايه المكان الحلو ده؟ ايه رايك؟ دي حتتي ومنطقتي. انا اتولدت هنا واتفطمت على الدنيا وعيت عليها من هنا. وعرفت ازاي بقى ان انا عايزه اعرفك على حقيقتك؟ انا وعدتك لا هكدب ولا اخبي عليكي حاجه. طب قولي، انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اهو في البيت ده. هنا؟ وهدخلك دخله ملوكي كمان. امطني قوم يا خد ياض، معلم. اركب العربيه. عينيا تعالي اركبي. لف. ماشي. ايه ده يا خميس؟ ده ايه يا ستي؟ التوك توك. قصدك اليالو كاب؟ يعني حاجه زي كده. ايه اللي انت قلتيه اللي اخترع لي التوك؟ يا زوز يا زوز، تعال. فوتنا وجوري. عايزة حاجة؟ أصل أفندينا موصينا نعمل لك كل اللي أنت عايزاه. انا مش عاوزه حاجه، انا عاوزه اعرف مين اللي مع خميس دي. لا دي ضيفة أنا معرفهاش. ضيفه؟ طب بالإذن لأفندينا يستواني ولا حاجة. بالحضن يا ريحة الغاليين. ازيك يا طنط؟ يا حبيبتي، يا بنت الراجل اللي عايشين في خيره كلنا. قمر يا اختي، قمر قمر. بالراحه بالراحه يا حاجه، بالراحه. حملك دي واحده واحده. كرامه تعالي تعالي. تعالي سلمي ما تخافيش. كرامه مراتي. مراتك؟ ازاي؟ معلش، اصل صوتها بعافيه شويه. الف سلام عليكي. دي بقى يا ستي ميس فريده، بنت الراجل الكبير الباشا الاصلي. نور يا حاجه. يا لهوي يما، ما انا قاعده في حالي اهو. حالك ده ايه يا بنت؟ لا انا مش عارفاكي ولا ايه؟ مالك مقيره كده ليه ولو يبوزك؟ مفيش حاجه، زهقانه قرفانه اي حاجه. لا، الحكايه مش حكايه قرف ولا حكايه زهق. كل من بصتك في البلكونه اللي هتجيب اجلك. اديني سايباها لك وسايبه لك الاوضه كلها. استني عندك هنا، انا عايزه افهم في ايه؟ ايه الحكايه؟ ولا انت فاكره نفسك انك كبرت عليا خلاص؟ انت عايزه ايه مني دلوقتي؟ عايزه اعرف في ايه في مخك. يوه يا بنتي يا ضنايا، ما تزرزريش عليا قوي كده. بقولك ايه يا فوتني يا حبيبتي، اقعدي يا ضنايا. يا حبيبتي انا خايفه عليكي، والراجل اللي انت باصه عليه لو جه بس الرجلين قبل الايدين عشان ياخدك مش هنرضى. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ده لو حصل اخاف عليكي يا ضنايا تترملي وانت لسه في عز شبابك. طفي من بقك ياما، ربنا ينجيه من كل شر. وينجيكي من شر نفسك. بس نفسي اعرف مين اللي جت مع الحاره بس. مش بقولك اخرتك ان شاء الله السرايا الصفرا؟ طب بقول لك ايه، ما تقومي تسيبيني وتشوفي كده كنت بتعملي ايه. يا بنتي فوقي، خميس ده متجوز، مراته ما بتتكلمش بس ما تتعيبش. ومين اللي جاب سيره مراته دلوقتي؟ انا عاوزه اعرف مين اللي كانت معاه في الحاره. يا لهوي يا لهوي منك يا فوتني، هتجننيني. أكيد هيتجوزها، أكيد دي عروسة. أمال هتكون مين يعني؟ أنا شفت أمه وهي بتحضنها زي ما حضنتني زمان، كانت بتعينها، بس ده قال لها إني مراته.
والله لازم تعرف يا خايبة، دي كانت بتبصلي زي ما تكون بتواسيني. أعمل إيه يا رب؟ أنا كان لازم أسأله من دي، لازم أقول له جاية ليه. نفسي أتكلم بقى، نفسي أصرخ، نفسي حد يحس بيا. وحتى لو اتكلمت هتكلم أقول له إيه؟ يا رب يا رب. مستوى العيلة مش قد كده، ها؟ انت كنت عارف انه متجوز؟ اوف كورس. وما قلتليش ليه؟ في المستوى ده مش عيب عندهم الواحد يتجوز 2، وكنت عارف ان هو هيقولك. امه ست غريبة قوي، انا خفت منها، بس مراته شكلها طيب وزي القمر. يا فاري يا حبيبتي، انت اللي لازم تحسمي الامر وتاخدي قرارك. هتجوزه حتى لو كان على ضر. مبسوطة، على الأقل ما اكذبش عليا. ودي حاجة تستخبى، بس عايزك تفتكري ان انت اللي خدتي القرار بنفسك من غير اي ضغط مني. مش عارفة ليه لحد دلوقتي، مش يمكن عشان خاطرك؟ انا قلت كده برضه، بس أنا بقى عندي شروط. شروط يا حبيبتي زي ما انت عايزة. وهو قال لك كده؟ لا عنده حق في دي. ماشي. لا حفظتها، فانسي فيانسي. طب انا مضطر اقفل دلوقتي عشان انا داخل على لجنة. باي باي. رخصك. رخصك. بطل غلاسة وقولي مين اللي كانت معاك دي؟ مين اللي كانت معايا فين؟ مين؟ الغندورة السايحة اللي رحت جبتها لنا وعملت لي فيها مرشد سياحي وعمال تفرجها هنا وهنا، وقال ايه في الاخر روحتها. انت قصدك على ميس فريدة. ايوه. دي اخر سايحة موجودة عندنا في مصر، وعشان كده لازم اهتم بيها واخد بالي منها. انا عرفتك عليها. ايوه، مين ميس فريدة؟ خطيبتي. ماي فانسي. في ايه يا اخويا؟ فانسي هي علمتها لي باللغات، في منها. ده انا لسه كنت عند حنتومه هندومك. انت لسه بتروح عند البت الدجاله دي؟ غلط كده يا شو. انت اكيد بتهزر مش كده؟ اكيد عايز مصلحه من البت دي وبعد كده هتخلص منها، وانا طبعا معاك، زي ما هنجيب رجل التانيه ونخلص منها مش كده؟ تانية مين ورجل مين؟ انت وريني. يا نهار ابيض، حراره. كم مره قلنا بلاش تشاش ساعه ونخرج في الفسحه. فسحة ايه؟ ولا مجنون وممكن اصور لك قتيل في البيت ده. ليه كده يا شراني؟ انا زعلتك في حاجه؟ طب ليه؟ انت عايز ايه من البت دي بالظبط؟ الجواز ان شاء الله على سنه الله ورسوله. طب واللي بينا ايه يا مرات الخال؟ مرات الخال؟ دلوقتي بس يا اخويا افتكرت اني مرات الخال. والشقه اللي على المحاره، والفرش اللي هنفرشه سوا، والهججان اللي هنهجه مع بعض. ايه الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ مش انت اللي خدتني من ايدي ووديتني؟ لا اله الا الله. ادي اخرة مشيك وانت نايمه. ادي اخرة المشي وانت مش بتمشي وانت نايمه برضو، ولا انا فهمت غلط؟ اللهم اشفي مرات الخال، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مرضى الاسلام. تعالى هنا كلمني. بنت انتي، انا اسمي المعلم خميس. الكلام اللي بتقوليه ده طير فيه رقاب. احنا صعايده. كل اللي اقدر اعمله لك اني اعمل نفسي كاني ما سمعتش. فاهمه؟ نصيحه مني يا شو، ما تخلينيش هلمحك تاني. معقول يا ابو سنه؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ ايه ده؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ معقول؟ يا ابو سنه، انت ما بتخافش على روحك؟ معقول؟
الايام هتتكسف على دمها وترجع تضحك لنا تاني. انا مش قلت لك خميس ده وش السعد من يوم ما خرج، والايام بتخلع توبها الاسود والفرح عرف طريق بيتنا. انت فرحانه بالبيت ولا بالجواز يا حاجه؟ فرحانه بالحق اللي رجع لاصحابه. كرامه. كرامه مال؟ حد دسلها على طرف؟ والضره اللي انت هتجيبيها تقعد فوق دماغها وتفكرها كل ساعه والتانيه بعجزها وخراسها. كلامك مش مريحني يا ابو سنه. البنت اصلها صعبانه عليا يا حاجه، مهما كان دي امانه في رقبتنا برضه. ابو سنه مفيش حاجه يا حاجه، انا بس عايز اقول لك ان عظم التربه له علينا حق. مش هنفتش في قديمه. لا قديمه ولا جديده، خلاص ما عادش فيه فايده. انت ليه عايز تطفي فرحتي؟ انا مش عايز اطفي فرحتك ولا حاجه يا حاجه، انا بصحي بس اللي مات جواكي قبل ما يفوت الاوان. انا خايف لا فرحه زي دي تنسينا احنا مين ونبقى ايه لبعض. احنا اخوات والدم اللي بيجري في عروقنا واحد وروحنا متشعلقه في بعض. اوعى تنسى الحقيقه دي يا ابو سنه. انا ما نسيتش يا حاجه، بس الظاهر انت اللي نسيتي. نسيت ايه؟ نسيت ان ابو كرامه يبقى اخويا واخوكي. يا شو مالك يا شو؟ انت مش سامعاني؟ مالك في ايه؟ راحت عليك يا شلوفه. مين؟ زفته. ها؟ علي صوتك مش سامع. تقولي ايه؟ انا رمانه يا خميس. رمانه؟ اوعى تقفل السكه في وشي. في كلمتين مهمين لازم اقولهم لك لمصلحتك، وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني. لا مش هينفع في التليفون. انا هطفش يا خميس ومش راجعه، بس قبل ما امشي ليك مصلحه عندي اقولها لك، وبعد كده مش هتشوف وشي. قابلني عند قبر ابويا وامي. انا هستناك، ما تعوقش. يلا سلام. الله عليكي يا أبلة، ده أنا والمصحف الشريف صدقتك. إيه الحلاوة دي؟ قشطة يا بت، اقعدي انتي هنا واستنيني. طب ما تاخديني معاكي، يبقى كشافك في الضلمة، الدنيا بقت ليل وما عادش أمان يا أختي. ما تخافيش عليا، اعملي انتي بس اللي بقولك عليه. طب خدي بالك على روحك. سلام. ربنا يكفيكي شر طريقك. خلاص يا مطرة، اللي عشت طول السنين اللي فاتت مستنيه هيحصل، وعزل الغريب هناخده من بكره. انت ناوي على ايه يا براء؟ افندينا خلاص هنكتب له شهاده خروج من الدنيا الليله. هتقتله؟ اخد طار اخويا، مش ده اللي انت مستنياه؟ بس ايه مالك؟ مالك اتخذتي كده؟ ده انا حتى قلت انك هتفرحي. لا ولا حاجة، بس خايفة عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش. انا مش راجع غير ودم افندينا مغرق ايدي دول عشان نقرا الفاتحه على روح المرحوم وناخد عزاء واحنا راسنا مرفوعه.
مع اني مش ضامن ده ملعوب ولا حقيقه، بس جيتلك. ايه اللي عندك وعايزين اعرفه؟ انت هتسافري صحيح وتسيب البلد؟ فيها رمانه. بتردي عليا ساكته ليه يا رمانه؟ بتعيطي ليه؟ ما تردي يا رمانه، بتعيطي ليه؟ ايه الدموع دي؟ طلعت على روحك يا فندينا، والله وقعت ولا حد سمع عليك. سلميني يا رمانه، سلميني. محدش يتحرك، ارمي سلاحك. تسلميني يا رمانة، تسلميني الحكومة. هقتلك يا رمانة، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس. اتفضلوا معايا. قلت له بلاش ويتوب علينا ربنا وكده، انما كله شمال. اتفضل اتفضل. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. في ايه؟ ايه الصرعه دي عشان ايه؟ هي القيامه قامت اللي على الباب؟ في ايه يا جدع؟ الحقنا يا معلم، الحقينا يا حاج. يا زوز في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ خميس جرى له حاجه؟ ابن نوح كان عايز يعملها معاه، بس الحكومه طبت وخدتهم كلهم على المديريه. تريد ايه؟ ما تحكي لها ايه اللي حصل؟ دي حكايه وروايه يا معلم، بس البس انت الاول وتعالى نروح له وفي السكه احكي لك كل حاجه. قلبي مش واجع على طول اهو. يلا زوز. ايوه يا حاج. تعال. ايه اللي حصل؟ معلم براءة كان عامل فيلم مع رمانة على خميس، لعبة كده كانوا مستفينها مع بعض، والظاهر انها قلبت عليه، راحت مسلمة تسليم اهالي للحكومة. رمانة؟ مين رمانة دي؟ تكونش قصدك البت الرقاصة دي؟ هي يا كبير خطة أفندينا، واللي المعلم براءة ملموم عليها اليومين دول. طب اتنين اسكت انت، وانت كنت معاهم يا رزق؟ كنت نضرجي من بعيد يا معلم، واول الحكومة ما طبت علينا قلبت بالراحة كده عشان اجي ابلغ معاليك. وهما فين دلوقتي؟ يعني ايه براءوا؟ براءوا يا حاجة، طلعوا براءة، ما انت عارفة ابنك ودماغه ناشفة. مع ان الحكايه يا حاجه كانت متظبطه على الاخر، وابن النوح كان هيلبس حكم شديد قوي. بس افندينا بقى حن وقلبه رق، وطلعوا منها زي الشعره من العجينه، ولا اجدعها بدران. لا، الحكايه فيها ان خميس ما يعملش كده اونطه، في حاجه في دماغه. دماغه ايه يا حاجه؟ بقى البنات تعمل كل دوت ويجي يضرب مفاكر في الليله كلها. صحيح لعبتها بحرفنه وجرت رجل براءه ولا اجدعها خروف، وسلمته زي الكلب لفندينا. وهو فين دلوقتي؟ وما جاش معاكوا ليه؟ راح عشان يرد الجميل، مش قلت لك قلبه رق؟ الرقاصه تاني يا خميس. أنا مش مصدقة روحي، معقولة خميس رجالي وقاعد على الكنبة في بيتي كمان؟ احضني يا خميس، احضني عشان أصدق. مالك يا خميس؟ أنت لسه شايل مني ولا إيه؟ ده أنا رمانة، العشق اللي ساكن روحك، مش ده كلامك ولا إيه؟ رمانة الميزان في سوق الحلاوة، مش أنت اللي بتقولي كده؟ أنت نسيت ولا إيه يا فندينا؟ المشكلة إني مش قادر أنسى. أنت عايز تنساني يا خميس؟
انت عارفه كويس انا عايز انسى ايه. اللي انا عارفاه اني حطيت روحي على كفي وسلمت رقبتي لابن النوح عشان ارضيك. حاولت اكفر عن غلطه عملتها غصب وقله حيله، دفعت عمري تمنها. كل ده ما يخليكش ترق وتسامح. شكلنا هنمضي ورقتين. ورقتين ايه؟ ورقتين دول ورقتين جواز. خليت بدران كتبهم. انا مضيت هنا شهود وانا مضيت هنا اهو. بجد يا خميس هتتجوزني بجد؟ ايه الهبل ده؟ هتوقعي ولا ارجع في كلامي؟ يا لهوي ده انا وقعت من اول ما شفتك. هنا يا اخويا صح؟ هنا على النور برضه. دي ورقتك خليها معاكي. ورقتي وورقتك خليهم معاك. يتوب علينا ربنا. مبروك يا خموستي. كده؟ طيب ماشي خلاص ماشي، انا هتصرف. بالسلامة. طمني يا معلم، براءة عمل ايه؟ ودوه فين؟ ما ترد عليا يا معلم. جوزك للمرة المليون يلف الحبل حوالين رقبتنا ويسيبه في ايد خميس عشان يفضل يشد لحد ما روحنا تطلع. مع انه كان وعدني هيجيب طار غريب الليلة. ما كله منك انت اللي عماله تزني زي غرام البين لحد ما خليتيها كبرت في نافوخه وخليتيه امن لعالمه ضحكت عليه وسلمته رخيص. انا مش عارف اعمل ايه. كل ما اقدم رجلي ترجعوني 10. اعمل ايه؟ يعني هو فين دلوقتي؟ طمني، بالكتير الصبح هيكون عندك. جاتكم الهم كلكم. حبيبي حياتي خمستي يا احلى ليله جمعه. ما تصحى بقى. انا فين؟ انت فين ده ايه؟ انت عند رمانه حبيبتك. انا قصدي الساعه كام؟ طب صبح الاول وارمي بياضك بكلمه حلوه. يا بنت ما تبقيش ناكره للجميل بقى. هو في اطعم ولا ألذ ولا احلى من ليله امبارح؟ طب ما انت فاكر اهو. اختشي بقى عشان بتكسف. اموت في كسوف انا ومزاجه. تربية ايديك يا فندينا ورمانه ما بتكدبش. يا بنت انت لو كنت اتربيتي لحظه واحده ما كانش ده بقى حالك. اخسى عليك يا بنت بهزر. تصدق ان انت كنت وحشني قوي. شفتي بقى انك ما تربيتيش. مش بقول لك تربيتك. يا رمانه بتعششي في دماغ الواحد كده كانك افيونه. لا افيونه ايه؟ احنا نضرب شغلنا بقى ولا ايه؟ فرش افغاني اوريجينال من اللي هو الطاري الملولو ده. والنبي ما انا فاهمه حاجه، بس بحبك يا فندينا وانا معاك بحس ان كل حته فيا كده على راحتها. اول ما تبعد عني بحس ان انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا. ده انت عباصه كلنا في مخك. يلا نقوم بقى نشوف حالنا ولا ايه؟ ايه؟ يا بنت في كلمتين عايز اقولهم لك، عايز اقولهم بره. طب ما تقولهم هنا. ماشي. وبعدين كلمتين ايه دول؟ اوعى تكون ناوي تخلع مني. لا 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 الكلام الفاضي ده. انا هتجوز يا رمانه. يا نهار اسود ومنيل، هتتجوز تاني يا خميس؟ هتدخلني تاني؟ انت ليه واخده الموضوع على محمل شخصي كده؟ يا بنت ده جواز مصلحه. رجلي جت فيها غصب عني. ايه غلطه وندمان عليها؟ لا خليكي في عباسة احسن. مالكيش دعوه خالص باغاني الفنان المحترم هاني شهادر لان كل البوماته عندي. يا بنت دي بنت العمروتي باشا
جواز بيزنس يعني مصلحه. بنت العمروتي؟ بس انت مالكش فيه، انت مالكش فيه ولا 100 بنت عمروتي تعرف تزحزحك حته من قلبي. قفشه انت في روحي، رمانه الميزان يا بت، معضعضه في قلبي، ولا يمكن تخرجي منه ولا في فرقه طبل بلدي، لا مؤاخذه يعني. مش مبروك. I love you. يا رمان انت ناويه تسلميني ولا ايه؟ ايه رد الفعل الغريب ده؟ انا عملت اللي عليا وحذرتك. فاكره لما قلتلك ان اسم ابو سنه لازما يعيش، ووجبت معاكي ياما علشان تتجدعني وبطنك تجيب، لكن ما حصلش. يبقى انا عداني العيب وعملت الاصول. عايزاكي تعقلي وتركزي وتوزني الامور صح. انت لا اول واحده ولا اخر واحده جوزها يتجوز عليها ويجيب لها ضره تعيش معاها. وفي الاخر انت عايشه في بيت افندينا، وكلها يومين ولا 3 ونرجع للبيت الكبير، والبيت ده واسع والخيل ترمح فيه، ما انت دايساه وعارفاه، وفي البراح كل شيء بيتدار. اوعي عقلك يوزك تنكدي على جوزك لما يجي. عايزاه ما يفتكرش الا ضحكتك وابتسامتك، وانك انت خايفه عليه وتتمني له الخير والسعاده. بنات الاصول هم اللي يفرحوا الفرح جوازهم، وانت بنت اصول. ما تحولش الحكايه لطار شخصي. انت يمكن تكون اخطأت مره او 2، لكن اخطر حاجه بتواجه ضابط الشرطه انه بيوصل للحظه ما بيعرفش يفرق فيها ما بين مشاعره وبين واجبه. وانت كظابط شرطه واجبك يحتم عليك انك تكون على الحياد تماما، حتى لو كان عندك مشاعر حب او كره لاي طرف من الاطراف. صدقني يا فندم، اللي بطلبه من سعادتك ده ملوش اي علاقه بطار بيني وبين النوح او افندينا. الحكايه كلها انها خطه في دماغي نربك بيها السوق ونوتر بيها الناس دي، يخرجوا من الشقوق نعرف نوصل لهم. العمليات دي مكلفه جدا يا ياسر، وانت لسه. انا عارف يا فندم، بس انا المره دي هنبتدي بشكل مختلف خالص. احنا هنبتدي بالشقوق والغرز والدواليب، ضربه تحت الحزام للكبار يعني، وانا متاكد ان الضربه دي هتوترهم جدا. ده ملف يا فندم بكل تفاصيل الخطه. انا موافق يا ياسر، ربنا معاك. شكرا يا فندم.